كان يوم عادي جدا في حي من أحياء الجيزة، لحد ما الشرطة اكتشفت صدفة حاجة عمرك ما تتخيلها. ورا جدار بيت بسيط كانت الحقيقة مدفونة بقالها سنين. حكاية لما تعرفها هتعرف إن البراءة ممكن تكون مخبية وراها شر عمرك ما شفته. محافظة الجيزة من كام سنة كان في قصة لما تسمعها تحس إن أنت بتسمع فيلم، مش مجرد قصة حقيقية اتنفذت في محافظة الجيزة. طيب قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة أنا عايزك تحضر كوباية القهوة بتاعتك وتقعد في حتة هادية، لأني أوعدك إن الفيديو ده هيكون ممتع جدا وهتستمتع بكل ثانية فيه. فأنا عايزك في بداية الفيديو تنزل تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تحت في التعليقات، وتشترك في القناة علشان ما يفوتكش أي فيديو من الفيديوهات القادمة. مباشرة خلينا نخش على قصة النهاردة. أحداث حقيقية ودم مصري. هنعرف عن قصة سفاح الجيزة أو قذافي فرج. قذافي فرج ما كانش يبان عليه ثانية إنه ممكن يعمل حاجة تضر حد. كان بيصلي، كان بيكلم الناس باحترام وبشكل ملحوظ جدا. الناس كلها كانت تشهد له إنه ذو خلق عظيم وما كانش يقدر يعمل أي حاجة تضر حد. الناس ما كانتش تعرف إنه ورا الهدوء والاحترام ده عقل بيخطط لكل حاجة جاية وهينفذ أبشع الجرائم اللي شهدتها محافظة الجيزة بل مصر كلها. قذافي فرج كان عنده طموح للثراء غير طبيعي، وكان نفسه يعمل ثروة محدش عملها، وفعلا كان بيشتغل بشكل عادي وقانوني علشان يبدأ ان هو يحقق الثراء اللي بيحلم بيه، ولكن طبعا ما قدرش يحقق ده بسهولة. قذافي فرج كان عايز يوصل للثراء بشكل سريع جدا، لحد ما عقله خده لجرائم متسلسلة مفيش عقل بشري يقدر يتصورها. ولكن يا عزيزي خليني أصدمك وأقولك إن أوائل الضحايا لقذافي كانت أقرب أصدقائه المهندس رضا. بينهم شغل وشراكة كانوا بيشتغلوا مع بعض فيها لفترة كبيرة، لحد ما قذافي جه في يوم وعرض على الباشمهندس رضا شراكة بأرباح مغرية جدا. طبعا الباشمهندس رضا مع المعاملة اللي كان بيعاملها له قذافي وطبعا كان مخليه يثق فيه جدا وافق وبشكل سريع جدا. وطبعا الباشمهندس رضا ما كانش يعرف ان من ورا موافقته دي هتكون نهاية حياته. قذافي قال للرضا هتجيلي في الشقة دي واللي هيكون فيها المكتب بتاعي اللي هنتفق على تفاصيل الشراكة بتاعتنا. قذافي كان محضر الشقة دي كويس جدا عشان يقدر يخفي الجريمة بتاعته بشكل احترافي. كان باب مزدوج من قفل من جوه، إضاءة خافتة جدا، كأن المكان مش في وسط الجيزة، ده في عالم تاني تماما. وفعلا رضا راح لقذافي، ودي كانت آخر مقابلة يقابلها القذافي في حياته، وكانت آخر أنفاسه بعد دخوله للشقة اللي القذافي قاله عليها. وفعلا القذافي ينهى حياة رضا تماما ويخبيها ورا جدار في الشقة. الناس بدأت تلاحظ اختفاء الباشمهندس رضا، وكلهم كانوا على كلمة واحدة ان آخر مقابلة ليه كانت مع قذافي، ولكن مفيش دليل واضح يقدروا يتهموا بيه قذافي ورا اختفاء الباشمهندس رضا. لحد ما الشرطة بدأت تلاحظ ان كل الناس اللي تختفي في الفترة دي كان وراها اسم واحد وهو قذافي فرج، والناس كلها كانت تشهد ان قذافي فرج كان آخر واحد يقابل الناس اللي اختفت في الوقت ده. الشرطة بدأت تربط الأحداث اللي بتحصل في الوقت ده من ورا قذافي فرج من الناس اللي بتختفي، معاملات وشراكات غير واضحة، لحد ما بدأوا ان هم يمسكوا خيط بسيط جدا. ولكن خليني اقولك الخيط ده ما كانش ورا قذافي، لا ده كان ورا القضايا اللي بتحصل، ولكن الشخص اللي بينفذ الجرائم دي مجهول تماما بالنسبة للشرطة. لحد ما الشرطة بدأت تمسك خيط يوديهم للشقة اللي راحها الباشمهندس رضا، وفعلا قدروا يوصلوا للشقة اللي كان فيها جدار اسمنتي رقيق جدا، ومن ورا الجدار ده بعد ما يكسروه يلاقوا جثة. بعد تحليل دقيق جدا قدروا يعرفوا ان الجثة دي للمهندس رضا. ولكن الصدمة مش في كده، الصدمة في ان الشخص اللي عمل كده قدر يعيش حياة طبيعية جدا غير ما يتعرض لأي تهديد يمس حياته. قذافي فضل
يعيش حياته بشكل طبيعي ويمارس كل حياته الطبيعية بشكل عادي. كان بيروح يصلي، يقابل الناس بوش حسن ومعاملة محترمة. ما كانش اي حد يشك في الشخص ده انه هو اللي قتل الباشمهندس رضا. ولكن قذافي مسكتش لحد كده، ده لبس شخصية تاني تماما. قدر يعمل بطاقة باسم واحد تاني ولكن بنفس الصورة بتاعته، دور اوراق كاملة لشخصية تاني وسافر بيها اسكندرية، وبدأ باسم الباشمهندس مصطفى، واللي هتبدأ من وراها قصة جديدة تماما. الباشمهندس مصطفى واللي هو كان قذافي قدر انه يتعرف على واحدة غنية جدا ومحترمة وغلبانة وكانت في حالها، لحد ما قدر يدخل عليها بالوش بتاعه اللي هو المحترم والبريء، وقدر يتعرف عليها ويكسب ثقتها بشكل غير طبيعي. قذافي قدر انه يتجوز البنت دي ويكسب كل ثقتها بشكل واضح. لكن بعد فترة البنت اللي اتجوزها بدأت تلاحظ ان قذافي بقى بيغيب كتير جدا عن البيت، ما بيرنش عليها تقريبا كده، غير مهتم بيها تماما. قذافي لما كان بيرجع البيت كان بيخبي اوراق في درج ويقفل عليها بالمفتاح وينبه عليها انها ملهاش دعوة بالورق ده. قذافي لما رجع في اليوم ده سألته عن كل اللي بيحصل. قذافي في اليوم ده بدأ يبان عليه الخوف بشكل غير طبيعي، بل وإيده بدأت ترتعش لما بدأت تسأله عن غيابه وعن الأوراق اللي خباها في الدرج. وللأسف هي ما كانتش تعرف إنها متجوزة من قاتل متسلسل، بل قاتل بيقتل الناس بشكل محترف جدا. قذافي بعد ما زوجته فضلت تلح عليه وتعمل له صداع وخوف فقرر إنه يقتلها، وفعلا دي كانت تاني ضحية لقذافي بعد ما قتل زوجته بدم بارد. صحيح ضحايا قذافي ما كانوش كتير، لكن التفاصيل اللي كان بيقتل بيها ضحاياه كانت كفيلة انه تخليه من اخطر السفاحين اللي عرفتهم مصر. قذافي قدر يقتل صاحبه وصديقته اللي كانت شغالة معاه في مشروع، وضحايا تاني بنفس الطريقة اللي كان بيخطط لها ورا جدار في شقة حيطة اسمنتية، بحيث ان اللي يدخل الشقة يشوف ان دي مجرد حيطة عادية، ان الحيطة دي جزء من الشقة، يعني ما يتخيلش ان وراها في جثث وفي حيطة تاني. وفعلا قذافي كان بينفذ كل الجرائم بالشكل ده، استثناء بعض الضحايا اللي كان بيدفنهم في اماكن مجهولة. وفعلا قذافي كان بيدفن الجثث دي ولا من شاف ولا من دين. ولكن خليني اقول لك ان الشرطة في الوقت ده كانت بتدور على قذافي في الجيزة، ولكن كانت بتدور عليه على اساس انه كان بينصب على ناس، يضحك على ناس في فلوس عشان يقدر ينصب عليها في شراكة وحاجات من دي. ما يعرفوش انهم بيدوروا على سفاح قدر يقتل كذا ضحية بشكل احترافي. ولما بدأوا يدوروا على الشخص ده قدروا انهم يكتشفوا انه صاحب كذا شخصية، مرة مدرس، مرة مهندس، مرة واحد صاحب أعمال، وكان بيشارك ناس كتير جدا وينصب عليهم في الفلوس، ولما يطلبوا منه الفلوس دي كان بيقتلهم. أنا عايزك تتخيل معايا إنك ممكن تقعد معاه على قهوة يضحك معاك ويكسب ثقتك ويصاحبك ويضحك في وشك كل يوم، بل ويقولك يلا نصلي ونقضي فروضنا، يكسب ثقتك ويوديك لطريق عمرك ما هترجع منه. القذافي بمجرد انك تقابله مستحيل تقول ان ده قاتل او حتى شخص يجي من وراه ضرر بسيط جدا. الشرطة كثفت التحقيقات في الوقت ده لحد ما بدأت توصل لأوراق كتير جدا نصب وهوايات لشخص واحد ولكن بكذا اسم وبكذا عنوان، لحد ما الشرطة بدأت تمسك طرف خيط للقذافي. قذافي كان بينفذ الجرائم دي كأنه بيلعب شطرنج وفاكر انه عمره ما هيتقفش، ولكن الحقيقة المرة قذافي فعلا ما كانش هيتمسك إلا بالصدفة. وفي النهاية بعد ما كان في ضحية من ضحاياه كان عايز يسرقها اشتكته، وفعلا القذافي اتقبض عليه، ولكن ما اتقبضش عليه على أساس إنه القاتل، لأ، اتقبض عليه على أساس إنه كان بيضحك على واحدة في قضية سرقة. القذافي لما بدأوا يحققوا معاه ويمشوا ورا أطراف الخيوط اللي كانوا لاقيينها لقوا إنه صاحب كل القضايا اللي كانوا بيدوروا عليها، واكتشفوا إنه صاحب أكبر عمليات قتل في تاريخ مصر كلها.
والقذافي اعترف بكل جرائم قتله اللي نفذها، وكان بيشرح كل الجرائم دي بالتفصيل. المحققين اكتشفوا انهم قدام شخص عمرهم ما قابلوه، وكان صاحب اكبر سلاسل قتل بيدوروا عليها. والغريب ان في قضايا قتل ما اكتشفوهاش الا من القذافي نفسه. القذافي اتحكم عليه بالاعدام في كذا قضية قتل قبل كده، ولكن الناس لحد النهاردة بتسأل ازاي الشخص ده يطلع منه كل جرائم القتل دي والشر ده. عايزك دايما تعرف ان مش كل اللي تقابله بشكل طيب يكون فعلا جواه خير، ممكن يكون وراه شر عمرك ما شفته. ما تثقش في اي حد بمجرد انك تقعد معاه لاول مرة انه ممكن يكون وراه اذى كبير جدا ليك. عايزك دايما تعرف ان في كل حي ممكن يكون فيه قذافي جديد. طيب يا حبايبي، ودي كانت قصة النهاردة، وان شاء الله تكون عجبتكم. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يا شباب تنزلوا تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.